أنا الأم الحزينة وما من يوازيها. قبل 6 شهور ومن نفس المكان ودع لبنان والعالم العربي الموسيقار زياد الرحباني. اليوم المشهد نفسه عم يتكرر بس بفاجعة جديدة. رحل هلي الرحباني ليجدد الألم بقلب الأم الحزينة السيدة فيروز. أم يسوع. ست فيروز على صورة العذراء قديسة عاشت بصمت القديسين، حملت وجعها وصليبها بسكوت. الله يرحمه، يرحم اللي ماتوا قبل، يرحم زياد وليال. إلا الله يصبر قلبك، الله يطول عمرك، الله يخليكي بصحتك وبعافيتك. تخسر ولدين بفترة أشهر، العبقري زياد وهلي رفيق عمره رفيق الظل، يعني حزن عظيم لسيدة عظيمة. ما فينا إلا نقول قلوبنا معك، والله يرحم أمواتك ويطول عمرك. بقول لسيدة فيروز من كل قلبي بعزيكي من كل قلبي، وإن شاء الله يا رب هيك الله بيصبريك وعلى هيدا الألم، لأنه الأم الضنا كتير غالي عند الأم. خسرانة 3 أولاد وبتخيل عملت مطهرة على الأرض. الله يخلي لنا هالقلب اللي قدر يحمل هالمصيبتين بفرق 6 شهور، يعني وفاة زياد ووفاة هالي. الله يخليها بصحتها، طول بعمرها. الله يخليها بصحتها أهم شيء، والله يخلي لها ريما. فرجتنا تضحياتها وقد إيه اهتمت بهالي وقد إيه كانت حده كل الوقت. نقدر نتخيل قد إيه صعب على أم إنها تعيش هذا الشيء. تعزيها مثلي مثلك مثل كل الشعب اللبناني وكل الشعوب العربية يلي عندهم إصرار إنه يشاركوها الوجع ويقولوا لها ستنا نحن منحبك والله يصبرك. عندك تعليق على غياب النجوم اليوم عن عزاء هلي؟ أنا موجود حتى أقدر أوفي حق هي منا منتظرته مني ولا من حدا، بس كرمال أنا عزي حالي إنه هذه السيدة خسرت كتير. وبيت الرحباني بشكل عام هالعائلة المفضلة على البلد كله، من أقل الواجب وأضعف الإيمان نكون موجودين إلى جانب الست فيروز، والدولة كلها تكن لها العرفان والتقدير للي عطيته للفن وللثقافة وللبلد بكل معانيه. بصمت وصمود وحسرة ودعت السيدة فيروز وعلى مدار سنوات زوجها وأولادها ال3، واليوم بقيت هي وريما وحدهم بيبقوا مثل هالغيم الحزين.